السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن الخوف، بس مش ضعف، من منظور قوة. عارف يعني ايه تكون خايف بس في قلبك فيه سلام؟ عارف يعني ايه جسمك بيرتجف بس روحك ثابتة وقوية؟ اللحظة دي بتحصل لما تعرف ان في خوف، بس مش اي خوف، خوف من ربنا. الخوف الوحيد اللي مش بيكتمك، لأنه بيفتحك لأبواب كتير. الخوف اللي مش بيخليك تهرب، لأنه بيرجعك لنفسك ولحقيقتك. النهاردة مش هنتكلم عن الخوف كعدو، هنتكلم عن الخوف كمعلم ورسائل لفتح بوابة النور. الخوف من ربنا مش بيقلل من نفسك، ده بيرفعك لفوق. مش بيخوفك من المستقبل، ده جاي عشان يطمنك ان ربنا ماسك زمام كل حاجة. لما تخاف من ربنا بالمعنى الإيجابي، الخوف ده بيخلي قلبك ينضف من الشوائب، بيخليك تقول ياه، هو ربنا شايفني وسمعني وحاسس بيا رغم ضعفي. ساعتها تبدأ تراجع نفسك، بس مش بخوف يعزلك، بخوف يصحيك لقربك من ربنا. في اللحظة اللي تبدأ تخاف فيها من ربنا بصدق، بيطلع جواك أصوات. صوت بيقولك أنا عايز أكون أحسن، صوت بيقول طب هو يرضى عني، صوت بيقول أنا مش عايز أضيع تاني. بس كمان الخوف ده بيواجهك بأصوات قديمة، خوف من الفشل، من الفقر، من بكرة. والمفاجأة بقى إن كل صوت من دول ممكن توجهه لله. تقول يا رب أنا خايف من بكرة، بس أنا في حماك. يا رب أنا خايف من ضعفي، بس واثق في قوتك. ساعتها الخوف بدل ما يبقى حمل، يبقى حبل بيربطك بيه مباشر. ايه هي انواع الخوف؟ انواع الخوف: خوف من نظرة الناس، خوف من فقدان الاشياء، خوف من الوحدة، خوف من الرفض، وخوف من التغيير، والخوف اللي ساكن فيك من زمان وانت مش عارف هو جه منين. كل خوف من دول عامل زي ضيف تقيل قاعد جواك من غير ما تدعوه، من غير ما تطلب منه. لكن أول ما تعترف بيه وتقول له أنا شايفك، بس مش هخاف منك لوحدي، أنا معايا ربنا، ساعتها هو هيقدر يمشي نهائي. الخوف مش دايما عدو، الخوف أحيانا بيكون دعوة إنك تصلي، وإنك تكون صادق، وإنك ما تأذيش حد، لأنك خايف من ربنا. دعوة إنك تراجع حياتك وتطهر نيتك من جديد. دعوة إنك تقول كفاية كده، أنا عايز أرجع. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان يعدكم الفقر، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. يعني الشيطان بيغذي خوفك، لكن ربنا بيغذيك بالأمل والمغفرة والفضل. كل مرة تخاف فيها اسأل نفسك، الخوف ده بيقربني من ربنا ولا بيبعدني عنه؟ لو بيقربك يبقى هو نعمة، لو بيبعدك يبقى لازم تاخده وتروح بيه لربنا، لأن اللي مع ربنا غني عن العالمين. ازاي نستخدم الخوف كبداية جديدة؟ أول حاجة اعتراف بالخوف من الشيء نفسه، من الضعف، من المرض، من الفقر. انك تعترف فعلا انك خايف وقلقان من كده. تاني حاجة
اسأله جاي ليه، بتخوفني من ايه. تالت حاجة، وجهه لله مباشرة، خليه وسيلتك للدعاء، للصدق، للتوبة وللتغيير. رابع حاجة، افتح قلبك للطمأنينة والسكينة. الطمأنينة مش بتيجي لما الخوف يختفي، بتيجي لما تعرف انك مش لوحدك، ان في حد شايفك وبيختبرك. في النهاية الخوف اللي بيخليك اقرب من ربنا مش وجع، ده شفاء، ومش ضعف، ده نور. كل مرة تحس بخوف افتح قلبك وافتكره، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. مش هتخاف لأنك في حضن الرحمن.